حاجة تانية يا جماعة معلش، واللي بستغربه ازاي دوري ابطال افريقيا ما يكونش فيها فار؟ طب الادوار الاقصائية ماشي نعديها، ولكن ازاي دور المجموعات ما يكونش فيه فار يا جماعة؟ لحد امتى القارة المتخلفة دي هتفضل بالطريقة دي؟ لحد امتى القارة دي هتفضل كده تتراجع للخلف؟ كل الناس بتتقدم وكل الدنيا بتتقدم، والقارة دي تحديدا بترجع للخلف. انا مش فاهم انت، هل البطولة دي مش مقدمة نجاحات تقدر تخليك توفر الفار في دور المجموعات؟ بلاش يا عم الادوار الاقصائية، عادي ملهاش لازمة، ولو انها يعني المفروض يبقى موجود برضه عشان محدش يتظلم في فرقة ممكن تتظلم باخطاء تحكيمية زي الهبل اللي بنشوفه ده. تمام. وتخرج يعني ما تبقاش تستحق انها وتخرج بسبب اخطاء تحكيميه وكوارث تحكيميه زي اللي بنشوفها اللي بتحصل مع الاهلي وبتحصل مع كل الانديه، مش الاهلي بس. مش هقول لك بقى ان هم يعني مستقصدين الاهلي، لا، بتحصل مع كل الانديه. فانت ليه ما توفرش الفار؟ ليه ما توفرش الفار في دور المجموعات؟ هل البطوله مش تمام؟ هل البطوله انتوا يعني مستهفئينها؟ مش فاهم يعني. هقول لكم ايه تاني؟ طيب اشبهها بايه تاني؟ هل هي بطوله قليله؟ هل هي مثلا بطولة مش مقدمة نجاحات كفاية ان انت يعني توفر لها الفار؟ يبقى الفار متوفر في دور المجموعات؟ عبث، اقسم بالله عبث يا جماعة. مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، مش فاهم الاتحاد ده بيعمل ايه، مش فاهم يعني. الاتحاد الافريقي ده كاف ده بيعمل ايه؟ ده كاف ولا ميم ولا نون؟ ده بيعمل ايه؟ انتوا لازمتكم ايه يا جماعة؟ انتوا ناس قاعدين على الكراسي وخلاص؟ انتوا لازمتكم ايه؟ وايه التحكيم اللي بتجيبوه لنا ده؟ ايه التحكيم ده؟ ومين الناس دي؟ مين الحكم اللي كان بيحكم امبارح في مباراة الاهلي ده؟ جايبينه منين ده؟ وبعدين يعني مع احترامي الكامل لدولة ليبيا ويعني والشعب الليبي، ولكن يا جماعة اقسم بالله ما في حكم عدل والله في ليبيا. والله ما شفت حكم ليبي عدل، حرفيا اقسم بالله. ايه التحكيم ده يا جماعة؟ الناس دي بتدرس تحكيم فين؟ ولا الناس دي حكام بناء على ايه اصلا؟ ايه ده؟ مع احترامي الكامل والله حكام ليبيا حرفيا يا جماعة ضعاف جدا، ضعفاء المستوى جدا يا جماعه. انا بتكلم كوره، انا مش بغلط في حد، ولكن انا بتكلم كوره. الحكام الليبيين ضعفاء، حكام ليبيا ضعفاء. التحكيم الليبي ضعيف جدا يا جماعه والله. والله حرفيا التحكيم الليبي يعني على الله حكايته.